السلام عليكم يا حبايبي. أبشركم 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 في جنسيات مستثناة من النظام، وهذا الكلام بالنسبة اللي يروح يجدد من الجوازات السوري واليمني والبرماوي والفلسطيني. هذا غير شامل للمرافقين والتابعين، ما يدفع شيء سواء سوى خروج وعودة أو جدد، بس بشرط أنه ما يدفع فابشر، يروح يجدد من الجوازات، ولا هذا النظام شاملهم. في واحد راح سوري وجدد اليوم، وفي يمني بيروح بكرة ويأكد الخبر إن شاء الله، فاستبشروا خيرا. والله يا أخي هذا الكلام اللي جانا منه إن شاء الله إنه صادق وإنسان ما يكذب، وإحنا والله من الفرحة يعلم الله قلنا نبشركم. يا أبويا هذا اليوم واحد نعرفه عز المعرفة راح الجد والعسكري نفسه قال له روح اشرحها من الضابط بالإعفاء، أنت يمني روح اشرحها من هناك، وراح شرحها وجاء وقال عليكم إعفاء وشرحها وانشرحت ومشيت بدون غرامة، جدد له هي. يشرح من نفس الجوازات وعندهم تحية لأنه العسكري ما يقدر يمشي لك هي بدون إعفاء، فهو يتحملها الضابط. يشرح كنا زمان نشرح الغرامات ويعفى من الغرامة وكان يمشيها العسكري، فهي شغلة من شغل السيستم ولا مو سيستم. كل إنسان عندهم صلاحيات، في صلاحيات خلاص، في هي خانة يعفى من الغرامة يحط الخانة حق الإعفاء بموجب شرح، خلاص مشروحة جاهزة، لما يجوا كيف عفيتهم الغرامة شارح عليها الضابط. حياك الله حبيبنا عبد الله. هذا الخبر طال عمرك جاني برضو خبر ثاني اليوم من أخ معقب له علاقة بالجوازات. إذا جيت أنت تسدد الرسوم تلاقيها في الجهاز موجودة، لكن يقول الأخ إذا رحت الجوازات لا تجدد عن طريق أبشر ولا تسدد الرسوم عن طريق الصراف، تروح الجوازات معك ملف التجديد من الشباك، تحصل على شرح من الضابط بعد ما يتأكد انك انت من هذه الجنسيات، وتأخذ الملف بعد الشرح الى العسكري في الشباك ويتم استثناءك من الرسوم. هذا ما بلغني اليوم، وبعض الإخوة غدا إن شاء الله سيذهبوا إلى الجوازات ويكون التأكيد 100%. يا أخي بالمنطق والعقل، يعني هذه دول يعني أوضاعهم لا تسمح يعني حتى بإخراج أهلهم، فمن المنطق والواقع والشيء المعقول إنهم يعني يكون في استثناء. فأنا بالعكس أظن ويغلب على ظني إنه الموضوع هذا صحيح، ونسأل الله أن يفرج عن الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان. بالنسبة للجنسية اليمنية يقول لك اشرحها من المدير او اشرحها من الضابط في التجديد بإعفائه من هذه للجنسية اليمنية، واظن انه بعض الجنسيات مستثنى ومن ضمنها اليمنية. يعفى الرسوم بشرح، تشرح الاستمارة في التجديد، لما يجي يجدد يشرحوا له عليها يعفى من الرسوم.